احنا النهارده موجودين في اجمل منطقه موجوده تقريبا في القاهره، وهي وسط البلد. وسط البلد اللي بترمز لتاريخ كبير واحداث كتير حصلت هنا في مصر. بس في حاجه في وسط البلد ناس كتير ما تعرفهاش، وهي سوق ديانا. سوق ديانا اللي جنب سينما ديانا، واللي هنا موجود كل حاجه قديمه كانت موجوده زمان هتلاقيها موجوده هنا في السوق ده. السوق اللي بيفتح كل يوم سبت من الساعه 7 الصبح لحد العصر. وهنعرف من السوق ده، هنعرف هنا نشأة السوق، السوق اتأسس امتى، والناس بتيجي تدور على ايه، او الناس هنا بتبيع ايه. ازي حضرتك، عامل ايه؟ موافق ان احنا نصور معاك؟ انا عارف كل الممنوعيه. موافق يعني؟ نعرف نشأة السوق والناس بتبيع ايه وكل حاجه تمام؟ انا ايه بقى؟ احنا برنامج على السوشيال ميديا، على اليوتيوب وكده، اسمها كعب داير. كعب داير بنلف في مصر كلها. شكرا. لا يا حاج، الحمد لله كله تمام؟ تمام يا ريس. انت الاول بس عامل ايه في الحر ده؟ الجو انا شايف الشمسيه يعني عندي حساسيه في عيني اصلا من الحر ده بيبقى متعب بالنسبه لي. الف سلامه الف سلامه. طب الاول حضرتك اسمك ايه؟ انا اخوك طارق عبد الباقي. عم طارق. شغال هنا عم طارق في السوق بقالك قد ايه بقى؟ لا انا بقالي 3 سنين، بس انا راجل محاسب على المعاش. محاسب على المعاش. طيب ما شاء الله. عندي 54 سنه و240 شهر. 54 سنه و200، ده كتير قوي. 240 شهر. انا بصغر نفسي. ربنا يديك طول العمر يا رب. دي حاجات ابني هو اللي بينزل الصور. ربنا يخليه كل حاجه. بس هو عشان ظروفه ما بيسمحش انه ينزل، فبقى بنزل. هو يوم واحد يوم السبت. ايوه، ما هو السوق هنا بيفتح يوم السبت بس من الساعه 7 للعصر. ما بنروحش اسواق تانية عشان سوق كويس يعني. طب عم طارق، السوق هنا تعرف مثلا موجود بقاله قد ايه؟ يعني ما بيزيدش عن 3 4 سنين. وبس هنا بقى كل حاجه قديمه تقريبا موجوده. هو بدا الاول حاجات نحاس، وبعدين ابتدى بقى الناس كلها تتوسع بقى. تبقى في كل حاجه موجوده هنا. كتب قديمه مش عارف ايه. وابتدت الناس تجيب بقى زي ما انا جايب صور كده بتاع. كان الاول صور قديمه بتاعت زمان، بقت صعبه دلوقتي. ايوه. والحاجه بقت غاليه. فالناس عندها نت، كل ده نت. يعني كل الصور دي نت. يعني مثلا اشوف الصور كل ده من النت الاول بتنزله. يعني مثلا صوره سعاد حسني دي هو بيجيبها من على النت يعملها وبيصورها بيطبعها. بيروح يطبعها. فمثلا حد بيحب سعاد حسني قوي يقوم مثلا شاري الصوره. او كبير. هنشوفها يعني دلوقتي. او مثلا يعني صوره الليمب. انا ببيع 3 و10، واللي هو على الام دي اف اللي هو زي الخشب ده ب 15 و2 ب 25. الصوره الكبيره ب 25، الكبيره اللي هي دي 46 في 32. حتى صوره عبد الحليم حافظ. طب عم طارق، انت اشمعنى لما حبيت تبيع حبيت الصور؟ يعني ليه ما حبيتش التماثيل زي هو ابني يشتغل في الصور والحاجات دي. فانا اللي بدات معاه على كده. فاهم. يعني بدات هو نازل، فانا قلت له انا اساعدك، يعني انزل لك السوق. هو ما بيقدرش ينزل. ربنا يخليه لك. ظروفه يعني تسمح. ايوه. عنده كام سنه بقى؟ هو عنده داخل على الخمسينات يعني. ربنا يخليه لك. اصغر مني. ما انا استغربت. 54 هو عنده 50. هو عنده بس انا 54 بقول لك 240 شهر. ايوه انا فاهم. ما هو انت كلك 12. كلك شباب لسه. سيبه مع 12 هتلاقي 20. كلك شباب لسه. طب عم طارق، الناس بقى بتلاقي ناس جايه يعني اكتر صور مثلا ممكن يجي حد طالبها، حد عايزها. بص، هو صور يمين مثلا. جت فتره بقيت يعني تشكيله. وبعدين موجه تيجي فرعوني، موجه اهرامات، موجه لعيبه. الفتره اللي فاتت دي بقى لها 3 4 اشهر 4 فنانين. مين بقى؟ عبد الحليم، سعاد حسني، فيروز. دول اللي هو يعني الناس بتيجي تدور عليهم. دول اللي اكتر، بس الباقي كله ماشي. بس معظمه هو ده اللي يعني. وفي اسماعيل ياسين هو كمان. وفي ميسي وفي كل حاجه. يقول لك واحد مش من هنا خالص. مريم فخر الدين مش عارف ايه. بس هو يعني مؤخرا اغلب الناس بتيجي على صور الممثلين زمان. عبد الحليم حافظ، ام كلثوم. سبحان الله، حتى شباب صغير وكبير وبتاع يعني. ام كلثوم يعني مستغرب، يعني هو مستغرب ان هو ولا سعاد حسني. مهووسه بسعاد حسني. وفي برضه صور انور السادات اهي. وجمال عبد الناصر. عندي الملك فاروق التشكيله بتاعته خلصت. بس عليها طلب برضه حلوه يعني. بس انت اصلا عموما بتحب بقى الصور القديمه وكده؟ لا انت عموما ولا انت بتساعد ابنك؟ انا بساعد ابني، بس انا بحب كل الصور. يعني الفنانين كلهم. طب انت مين فنانك المفضل؟ مين الفنان اللي انت ممكن تنزل تشتري صورته؟ لا انا بحب الفنانين كلهم. يعني كل واحد ليه دور حلو لطيف بيريح، خصوصا الافلام القديمه. وانت هنا عم طارق من ساعه ما السوق بدأ؟
لا انا بقول لك بقالي دلوقتي داخل على الثالثه يعني. ايوه مش انت سنتين وكسر. مش انت بتقول لي السوق بادئ بقاله 3 او 4 سنين؟ انا بقول لك سنتين وكسر. انا سنتين وداخل على الثالث يعني، في الثالثه انا في الثالث كده. يعني هو مش كي جي 1 الثالث يعني. ثالثه ابتدائي يعني. ايوه هو ده ما زادش عن 3 4 سنين. طب وعم طارق انت بتحب على ما اعرفه يمكن يكون في واحد قديم عني يبقى اكتر. ايوه يديك معلومه يعني. ايوه فاهم. اوريدي انا اللي اعرفه كل ما بسال لما 3 4 سنين. لان انا لما دخلت على النت، ابني لما دخل على النت اكتشفنا الحكايه دي. فدخلت بعديها ب 3 4 هي حلوه والله. وبعدين احنا لفينا السوق كله. دخلت 3 4 شهور يعني، معناها ان هو ما بداش ما كملش 3 سنين. فاهم. فهمت قصدي؟ بس احنا كمان لفينا السوق كله تقريبا. الوحيد اللي لقيناه بيبيع الصور القديمه هو انت تقريبا. قديمه ازاي يعني؟ لا يعني لو مثلا الصور، طريقه الصور دي الوحيد اللي بيبيعها. لا بشكل تشكيله، لكن في ناس عندها صور اللي هي القديمه بتاع زمان، اللي هي اصلا مطبوعه زمان. اصليه بقى. بس هي يعني هو بس يعني في ناس بتحب الانتيكه شويه بس. ايوه صح. في ناس هي تحب الانتيكه قوي. وبتبيع اقفال برضو. لا بلاش مثلا الفيل عندي اهو فرشه مفروشه بتدفع ايجار. وانت هنا بقى بتمشي امتى؟ انا المفروض امشي بعد المغرب. بعد شويه بمشي يعني، بلم عقبال ما الم ما اقدرش اشيل يعني. ايوه عم طارق قول لي بقى، انت بقى نفسك في حياتك باقي الاسبوع بتعمل ايه؟ يعني انت السبت بتيجي تقعد هنا اليوم كله، باقي الاسبوع؟ انا بطريقه برهانيه بسبح يعني. هو مأخرني شويه بس قالوا الشغل ابدا من طبعا يعني. طبعا اهم حاجه الشغل. تعمل فروض دي نوافل. اللي بعمله ده زي نوافل. وبعدين عندي اسره. ربنا يخليهم. مخلف كام عيل بقى؟ ولدين وبنت، كل ما يكبروا بيبقى مشاكلهم مع فادي. ربنا يخليهم يعني. ربنا يسهل. يعني انت جد جد قديم يعني. ربنا يخليهم. وبعدين انا متفائل ان مصر هتبقى نمره 1 ان شاء الله باذن الله. طب انت اصلا عم طارق، انت اساسك بقى كنت قاعد هنا في وسط البلد ولا؟ لا انا كنت قاعد في وزاره الثقافه مدير عام. بعدين معاش على قدنا، فبحب الشغل يعني. ايوه طبعا. ابني الساعه قلت له يا ابني سيبني انا، ده بتتكسف او بتاع انا. ايوه ربنا يخليك. بدانا الاول كانت ب 50 جنيه مع فرشين مع اثنين مع بعض بندفع 25. بعد كده الناس اللي هنا خدوا الطريق ده كله رفعوه بقى ل 100 و150. هنعمل ايه؟ ايوه خلاص هتضيع المكان. صح. مش كده يعني، الناس عرفتنا هنا اهو. طب تيجي اللي عايز مثلا صور معينه بعملها له كده. يعني لو انا جبت لك قلت لك عايز صوره معينه تعملها لي. باذن الله يعني. باذن الله. صور اللي انت ماسك عايز صور كذا. في ناس جايه خد مني صور قال لي عايز افلام العار وافلام ومسرحيه المشاغبين المتزوجون رايه وسكينه. صور بقى. ربنا يكرمك يا عم طارق. اخر سؤال بقى قبل ما نقفل الحلقه. لا هو انت بقى نفسك يا عم طارق يعني تحب انت بقى صور الممثلين اكتر ولا لعيبه الكوره ولا السياسيين؟ والله العظيم ولا تصدق انا بحب كل الناس. فببص لكله حتى يعني. بس ايه هقول لك حاجه. قول لي حاجه. اللي ورا ده كان سينمتين. سينمتين. ده المبنى ده كله كان سينمتين صيفي. السينما دي كانت اسمها سان جورج. جيمس سان جورج اللي هي الجنب ده السينما دي كده اهو. ده كان صيفي. فكنت انا عندي 5 6 سنين بقى مع والدي. بقى كانش في تلفزيون. كل يوم خميس بنيجي ومشترك هنا معاهم. بنيجي نتفرج. الافلام كلها اجنبي. افلام اجنبيه روك هيستون. يعني انت اصلا بتحب الافلام الاجنبي؟ عامة يعني مثلا الفنكوش ده فيلم اجنبي. يعني واخده قصه اجنبيه. واخده بالتفصيل بالاخراج كله. قصه اجنبيه. نفس البتاع. طبعا حلو عشان كده تقول لك الفنكوش. روك هودسون عاملها جميله يعني. ايوه. لا بحبه كله. لا كله بحبه. طب وبتحب الكوره؟ طبعا بحب. زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. ينفع اللي الاهلي عمله في كاس العالم ده؟ طبعا انا زعلان من اول صن داونز. طير البتاع وبعدين ما تفهمش بيجي ايه. بيبقى حلو وبعدين يجي قدام فرقه كده تعبانه يستهبل ولا يضيع. انا ما شفتش الماتش صراحه. طب انت مين اللي بتحبه في الاهلي؟ لا كله يعني. كنت طبعا بحب صالح سليم زمان يعني. لا دلوقتي في اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي. لا يعني ما فيش حاجه معينه. ما فيش واحد على مستوى زي محمد صلاح كده. نفسي كل لعيبه مصر تشوف صحتها. يبقى يعني عارف لو تابعوا صحتهم يبقوا لعيبه. صح.
انا بقى اللعيب الوحيد اللي في مصر كلها لعيب فعلا شيكابالا، بس لو يسيب العصبيه كان يبقى نمره واحد في العالم. طب انت اهلاوي بتقول كده على شيكابالا؟ لو انا اقول لك سجل دي يا ابني. شيكابالا ده احلى لعيب يا ابني، بس هو ما اعرفش يعني لو في 5 شيكابالا في مصر هتاخد كاس العالم، بس شيكابالا يهدى. ايوه لعيب بيرقص ومن اي حته بيشوط وشوطه صح. الاهلاويه يزعلوا منك كده. لا يا بقى انت اهلاوي بتقول كده على شيكابالا؟ لا والزمالك دول كفره ليه يا ابني؟ انا اخويا زملكاوي صاحب الانتيم زملكاوي يا بنناقش بعض في الماتش، لكن يعني مصر لو فيها 5 شيكابالا ناخد كاس العالم. والله انا بحلف لك والله، بس ما يكونش كده شيكابالا في عصبيته يعني لا هو ما بياخدش 5 دقايق وبيلعب، بس هم 5 دقايق. ايوه لو يلعب بقى طول الماتش وعلى المستوى ده والله 5 لعيبه في المنتخب. شيكابالا كاس العالم 3 فوق واثنين في النص، سيبك من الدفاع. 3 في الجنبين والراس حربه واثنين في الوسط. انا مبسوط والله يا عم طارق بالحفله اللي زملكاوي مش مشكله، بس لا انا مش فاكر زملكاوي او اهلاوي، بس غريبه ان اهلاوي يقول كده على شيكابالا. يا ابني واحنا ما هو ده اللي بيزعلني، انا بيزعلني من الزمالك حاجه واحده بيغيروا الحقائق. بس الاهلي ده يعني كان زمان الزمالك ده كان اسمه المختلط، اللي من اليونان والايطالي واللي بتاع، فكان الاهلي بيمثل مصر وكل مصر، عشان كده كانت بتشجع الاهلي، مش ان هي عند في الزمالك او الزمالك لعيب يعني الفريق برضه ما مجنون. فريق الزمالك لو يبقى مظبوط واللعيبه تبقى محترمه مع بعض برضه هيبقى احسن من الاهلي. ايوه الزمالك فيه لعيبه برضه، يعني لما تيجي تبص للاسماعيلي ده بتاع برازيل مصر، كان الاهلي دايما ياخد اللعيبه بتاعت بيكسب بيها. شوف الاسماعيلي فين دلوقتي. صح. اداره، بس اداره، اعمل اداره كويسه وصحه اللعيبه بتسهر وبنات ومش عارف ايه، خلاص بينتهي، ما يقدرش يشوط، يجري شويه يبقى رجليه مش قادره. صح. مظبوط كده، يبقى انت والجون ومش عارف تجيب الكوره، بيلن مش عارف تجيبه يا عم، خلينا يعني نقول ايه بقى. صح. انا عم طارق مبسوط بالحبه اللي انا قلتهم معاك دول والله. مبسوط قوي. خالد برضه. خالد بس من غير استاذ. لا ازاي بقى؟ ماشي، وربنا يوفقك يا رب وتفرح باولادك الولدين والبنت، تشوفهم احسن ناس في الدنيا وباحفادك. الله يكرمك. وان شاء الله نجي لك تاني كده ويجي لك شغل كتير. احنا عايزين نشوف البرنامج نطلع كده تبقى ان شاء الله ابو الوفا كده يعني تكسر الدنيا كلها. شكرا يا استاذ. شكرا يا عم طارق، ورب يومك حلو باذن الله. خليك قاعد. السلام عليكم. ما تقدرش ان انا قصير صوره